الخير حبايبي، أحييكم من قناة مملكة الفنون اليدوية. واليوم راح نعمل فيديو رائع جدا جدا. هذه الوصفة سهلة وبسيطة وموجودة إن شاء الله بكل بيت. هذه الوصفة حبايبي راح تقضي على شيخوخة الجلد، وبنفس الوقت حبايبي بتبيض وبتصفي الجلد بشكل رائع جدا جدا. راح نستعمل الفازلين الأزرق حبايبي. هذا الصراحة إلى فوائد لا تعد ولا تحصى، فوائد رهيبة جدا جدا للبشرة، بالذات للبشرة حبايبي اللي فيها تجاعيد بالوجه وتحت العين. بتفتح لون البشرة، ورح نعمل وصفة راح تقضي على هاي المشاكل وتقضي على التجاعيد وتبيض وتفتح الجلد. باعوا حتى شوف سعرها كلش، احنا عندنا هاي اخذتها بدينار وموجودة بكل الصيدليات. اهم شيء تاخذين النوعية الاصلية اللي موجودة. طيب حبايبي، راح نستعمل معاها حبايبي الاسبرين. اي نوع اسبرين عندك؟ انا هذا الاسبرين جابوا لي من امريكا، تكون الحبيبات تبعته كلش صغيره، حبيبات كثير صغيره. حورجيكم هيك تكون. طيب اخذت من عندها حبايبي، اذا انت عندك الحبايات الهيك الكبار اخذي لك حبتين فقط. انا من هذا الناعم كثير اخذت 5 حبات. انتوا اخذوا اذا هيك الكبار الابيض الكبير اخذي من عنده حبتين فقط حبايبي. شو راح تسوين حبيبتي؟ راح تاخذين الفازلين عفوا، راح تاخذين الاسبرين وتحاولين شو بتعملين للاسبرين؟ تحطين عليه قليل من الماء العادي، قليل من الماء العادي، وتسيبيه وهيك. حاولي بالملعقه سيبيه شوي وبعدين بالملعقه اهرسيه، وراح ينهرس معاكي كثير كويس. شو راح نعمل حبايبي؟ بعد ما حطينا الفازلين مع الحبايبي حطينا، بعد ما خلينا الاسبرين راح نجيب مع ملعقة وسط من، أخذنا الأسبرين مع ملعقة وسط من الماء، وهسه هيك بضع قطرات حبايبي راح نحط من الليمون. بضع قطرات يعني بمقدار خلينا نقول كمان ملعقة وسط. طيب كمان ملعقة وسط من الليمون. زين، هون هسه شو صار عندنا؟ صار عندنا ملعقة وسط من الحبايبي الأسبرين. شو عملنا لها؟ هرسناها للأسبرين هيك، طحناها وخليناها تذوب. بعدها خلينا ملعقة وسط من شو؟ من الليمون. بحالة الليمون أي أخت تتحسس منه ممكن بديل الليمون تحطين البرتقال، ما في أي مشكلة. هون كمان حبيبتي شو راح تستعملين؟ راح ناخذ كمان ملعقة وسط من الفازلين، ملعقة وسط من الفازلين زي ما انتو شايفين. هذه بالذات للوجه اللي حبايبي كثير مجعد، للوجه اللي فيه كثير كلف كثير نمش. هذه الوصفة رائعة جدا جدا. نحاول حبايبي الفازلين هذا انه نحاول حبايبي نذوبه. كيف رح نذوبه؟ رح نذوبه بحمام مريم. حمام مريم رح اورجيكم شو هو انا حاطته على النار قبل ما ابدي بالفيديو. وهذا هو حبايبي المي اللي خليته قبل ما أبلش بالفيديو. زي ما أنتم شايفين يطلع منه بخار. راح أجيب هون أكو مية ساخنة، وراح أجيب هذه العلبة وأحطها شو نقول هون مع الهاي. وظل شو حبايبي أحاول إنه أحركه كثير كويس. بحركه بحيث إنه يتجانس كل إشي مع بعض ويذوب معي 100%. ضروري جدا حبايبي انك تذوبين كل نقطة من هذا الفازلين بالماء، انه يذوب عندك تماما. وبعديها ما راح ياخذ منك وقت، هيك تقريبا 5 دقائق كثيرة، ما بعرف حسب الجو، خلينا نقول كل واحد حسب الجو. انا راح احاول اسكر الفيديو واذوبهم تماما وارجع لكم عشان ما بيكون الفيديو طويل كثير. وزي ما انتو شايفين حبايبي طلعوا ذوبته
طيب هو كمان لازم يذوب كمان شوي. أنا خليته بالحمام مريم، رجعت حطيت المي على النار هون عشان إنه كل شي يصير مع بعض. هسه راح أحاول إني أنزل الأسبرين وأرجع حبايبي، عشان لأن الأسبرين بارد، فراح أرجع أحطه شوية على النار وأرجع حبايبي إنه أجمعه مع بعض، إنه أخليه يذوب كله مع بعض. خلوني أذوبه كله مع بعض وأرجع لكم حبايبي. طبعا أخذته وذوبته كله زي ما أنتم شايفين، وحاطته لسه بحمام مريم عشان إنه لحد ما أكمل الوصفة كلها مع بعض. على فكرة أنا رجعت ضفت ملعقة وسط من الفازلين، يعني الفازلين اللي خليته ملعقة كبيرة من الفازلين مسح. طيب ضيفي معاها 2 من الحبوب إذا هيك الحبة زين من حبايبي الأسبرين. طيب وضفت كمان معاها حبايبي رح نضيف هون ملعقة صغيرة جدا جدا من شو، من النشا، من النشا هيك، بس يعني الملعقة مال الشاي الصغيرة هيك اسم شوي عشان تعطينا بياض حلو للبشرة من النشا. وكل هذا حبايبي كمان رح ارجع وهو بحمام مريم انه احاول، معلش يمكن ما تشوفون كويس بس احاول شوي اشيله. طلعوا كله مع بعض. حطينا ملعقة صغيرة كمان من النشا، كله هيك جمعته مع بعض. وهسه حبايبي رح اضيف زيت اللوز الحلو هون. زيت اللوز الحلو الصراحة يا ريت يكون عندكم ملعقة وسط من زيت اللوز الحلو. وزيت اللوز الحلو الصراحة أنا بفضل إنك تحطيه بهاي الوصفة، راح يعمل لك حول العين وتحت العين وللبشرة شلون نقول شد غير طبيعي. زين هاي الوصفة ترى على فكرة حقولكم شغلة، ممكن حتى الكعب الرجل اللي عندها بكعب الرجل شلون نقول حبايبي كثير تشققات ممكن تحطيها. اهم شيء هاي الوصفة شوفوا طول الوقت انا وين حاطته وبحمام مريم. ضروري جدا انه كل الاسبرين والليمون وزيت اللوز الحلو كله يتجمع مع بعض زي ما انتم شايفين. رح ارجع احطه بحمام مريم هيك 10 دقايق وارجع لكم بعد ال10 دقايق نشوف شو صار معانا. وزي ما انتم شايفين حبايبي خليته بحمام مريم لحد ما صار هيك كتلة وحدة. هسه راح احطها بعلبة، وهاي العلبة انه تنحفظ بالثلاجة زين، وممكن تستعمليها للبشرة بالكامل، للإيد للوجه للرقبة، حتى على فكرة زي ما قلت لكم كعب الرجل كمان ممكن تستعمليها هيك قليل من عند حبايبي وتحطيها وتفركيه على ايدك على وجهك على اي منطقة بالوجه تبعتك، حتى بالجسم اي منطقة عندك بجسمك حابة تشديها، حابة انك تزيلي منها التجاعيد بتشدي الجلد بتبيضيه، ممكن تحطيها على الوجه وتنامين والصبح تغسليها. او حبيبتي اذا ما تقدرين ممكن تحطيه مو اقل من ساعة وبعدين تغسليه من وجهك. قبل ما تحطيه سوي تيست بمنطقة، اذا تحسست بشرتك من عنده بلا منه. هو كثير حلو حتى اللي عندها بقايا الحبوب مسوي عندها هيك بقع سوداء كمان يوخره من عندها. طيب حبايبي هذا هو اليوم الفيديو تبعتنا، اتمنى انه ينال رضا الجميع، واتمنى من عندكم حبايبي انكم تدعمونا باللايك والشير والاشتراك، ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومع السلامة.